تخيل إن أكتر مكان مخيف على كوكب الأرض مش الفضاء ولا الصحراء ولا حتى البيوت المسكونة. البحار والمحيطات بيغطوا أكتر من 70% من الأرض، ومع ذلك إحنا مش عارفين عنهم غير أقل من 5% بس، وال95% الباقيين حاجات لو عرفناها ممكن تغير فهمنا للحياة كلها. تحت سطح البحر في عالم تاني خالص، نور الشمس بيختفي بعد مسافة بسيطة، والضغط بيبقى كفيل يسحق أي إنسان في ثواني، ومع ذلك في كائنات عايشة هناك عادي جدا، من غير أكسجين كفاية، من غير نور، وأحيانا من غير شكل مفهوم أصلا. سؤال بسيط، وإحنا ليه مش بنشوف الكائنات دي؟ في أعماق المحيط تم تصوير كائنات عيونها أكبر من دماغها، أجسامها بتضيء في الضلمة، وكائنات تانية ملهاش شبه في أي حيوان نعرفه. في سمكة مثلا شكلها كأنها طالعة من كابوس، علماء شافوها وسكتوا شوية وبعدين قالوا احنا مش فاهمين ايه ده أصلا. لو العلماء نفسهم مش فاهمين يبقى احنا المفروض نخاف. في صوت اتسجل في التسعينات اسمه The Blob، صوت قوي لدرجة ان اتسجل على أجهزة في قارات مختلفة. في الأول قالوا ده حيوان ضخم، وبعدين قالوا لا ده جليد. بس في حاجة غريبة، الصوت كان أقوى من أي كائن معروف. طب لو مش حيوان ومش ظاهرة طبيعية، كان ايه؟ أغلب الغواصات الحديثة مش قادرة توصل لأعماق بعيدة جدا في المحيط، مش عشان التكنولوجيا ضعيفة، لكن عشان الخطر مش مفهوم. ضغط، حرارة، كائنات غير متوقعة، وأماكن لو دخلتها مفيش ضمان إنك تطلع منها تاني. في بعثات نزلت ورجعت بنص المعلومات وسكتت عن النص التاني. ليه؟ يمكن المحيط مش عايزنا نعرف كل حاجة، يمكن في أسرار لو ظهرت هتزود خوفنا مش علمنا. السؤال الحقيقي مش ايه اللي تحت البحر، السؤال هو احنا مستعدين نعرفه ولا لأ.